اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. لو انتوا بالليل شفتوا الفيديو ده وصل لكم يبقى مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده الحمام الكذاب. استغفر الله العظيم يا رب، بجد تحفه. جربوه ان شاء الله، هيعجبكم جدا وهيعجب الولاد. وهنعمله بطريقه بقى، بصي مش هتبطلي تعمليه بالطريقه دي. وهنعمل جنبه نفس الرز اللي احنا حشيناه فيه، بس هنكتر شويه. يلا كده نسمي الله وتعالوا اقول لكم بقى عملنا الكلام الحلو ده كله ازاي. اول حاجه بقى معايا بصلتين كده بشرتهم، حطيت عليهم معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح وهدعكهم كده مع بعض. ابشريهم وحطيهم في الكبه براحتك خالص. بعد كده عندي بقى هنا وراك الفراخ اهي. انا طبعا خليها من العظم، انا اللي خليها ما بشتريهاش كده. بعد ما خليتها من العظم بقى هتبلها بشويه بصل كده اللي احنا دعكناهم بالملح والفلفل. شايفين من جوه ومن بره بقى. ويا سلام بقى لو بيتيها في التتبيله دي من قبلها بيوم، يا سلام بتبقى طعمها طبعا شاربه كده من ميه البصل وبتبقى تحفه. طبعا انا مش هاخد كميه البصل دي كلها في التتبيله، بس لا انا عامله البصلتين الكبار دول بشرهم للاكله كلها. هسيبهم بقى في جنب كده يتبلوا. وتعالوا بقى نروح على النار. بقيه البصل اهو عندي بقى طاسه على النار كده، احط فيها معلقتين سمنه بلدي كبار محترمين كده، وهسيبهم كده يسيحوا على النار. وهنزل بالبصل، مش هنزل بالبصل كله، هشيل منه معلقتين في جنب برضو. نزلت اهو بالبصل بس شلت معلقتين كبار في جنب كده، وهقول لكم ليه دلوقتي، ما تستعجلوش. لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ بنت البلد، وقولوا لي الاكل طبعا اللي انا بقدمه او الوصفات اللي انا بقدمها اتعلمتوا منها ايه. المهم هشوح بقى البصل كده في السمنه البلدي. عايزه اقول لكم الريحه هنا كانت رهيبه. عندي بقى هنا كنت غسلت 3 كوبايات من الرز، طبعا عشان انا مكتره، علشان احنا بناكل، بحب الرز بتاع اللي احنا بنحشي بيه الحمام الكداب ده، فبنقدمه جنبه. انما انت لو هتعمليه محشي بس كده، يعني ما تحطش كوبايه ونص رز، او حطي كوبايه رز حسب الكميه بقى اللي انت هتعمليها براحتك خالص. بس هو بيبقى طعمه جميل قوي، يعني تاكليه كده حتى من قبل ما تحشي بيه الحمام. هديهم برضو تشويحه كده على النار. وبعد كده هقول لكم هنحط التوابل بتاعتنا. احط بقى نص معلقه فلفل اسود كده، ونص معلقه من السبع بهارات. لو بتحبي القرفه هنا حطي نص معلقه، ما بتحبيش القرفه زي العقين اللي عندي ما تحطيش. فاكتفي بالسبع بهارات والفلفل الاسود بس، وبيبقى كده عظمه قوي. قلبيهم بقى مع بعض كده كويس برضو على النار، اديهم تشويحه مع بعض كده، الرز ياخد من ريحه التوابل. وبعد كده بقى هنزود عليهم كوبايه ميه مغليه. مش ده طبعا يعني مش عائد الرز كله، لا انا بزود بس عشان انا عايزه اسوي رز 3/4 تسويه. فحطيت كوبايه واحده بس من الميه المغليه. يعني شايفين انا هوريكم الميه دلوقتي قد ايه، مش كتير خالص. فانا عايزاه يستوي 3/4 تسويه بس، علشان ابدا احشي الحمام الكداب بتاعي. بعد خلاص اهو ما استوى 3/4 تسويه اهو، شايفين المعلقتين اللي انا شايلهم البصل اهو، حطاهم في جنب. وهاخد 4 معالق على قد الاربع وراك، 4 معالق كبار كده اللي هحشي بيهم الوراك. وهنا بقى هكمل العقد بتاع الرز، الميه بتاعته المظبوطه بقى، وهسيبه يستوي مع نفسه، يكمل تسويته مع نفسه. هنا البصل والفلفل الاسود والحبان والورق اللوري دي للميه اللي انا هسلق فيها الحمام الكداب. اهو بقى الرز بتاعي اللي انا هحشي بيه الحمام. طبعا حطيت عليهم معلقتين البصل المبشورين اللي انا وريته لكم في اول الفيديو، وقلبتهم كده مع بعض وسبتهم طبعا يبردوا شويه. ودلوقتي بقى هحشي الحمام اللي احنا طبعا كنا متبلينه بالبصل والفلفل الاسود والملح. طبعا انا في خطوه هنا طبعا هعملها، انا عارفه ان هي غلط طبعا، بس بصراحه ما كانش عندي بديل ليها، اللي هو ورق الفويل. انا لفيته بورق فويل عشان انزله في قلب الشوربه بتاعته. فانتي لو عندك خلة اسنان او خلة شيش طاووق دي، تقدري تقفلي تكسريها كده وتقفلي بيها الحمام، وتنزلي بيه تسلقيه كده من غير ورق فويل.
لو ما عندك ما عندكيش وعندك مثلا ورق زبده، لفيه بورق زبده الاول قبل ما تلفيه بورق الفويل. انا ما كانش عندي لا خله اسنان ولا خله شطوك ولا ورق زبده بصراحه، يعني مش هضحك عليكم. فانا لفيته على طول في ورق فويل. فانا عارفه ان الخطوه دي غلط طبعا، يعني معلش سامحوني بقى في النقطه دي. اهو انا حشيت الحماميه كده وبقفلها وبشيل الرز من عليها، شايفين بقفلها ازاي. عندي بقى خلاص هخلص بقيه الكميه. عندي اهو ورق الفويل بقى زي ما قلت لكم، ما كانش عندي بقى بدايل ليه، فلفيته كده في الورق الفويل. بتلفيه كويس علشان بس يمسك في بعضه كده والورك يقفل على بعضه. وطبعا كانت عندي على النار حله مغليه فيها ميه بتغلي على النار، وحطيت فيها البصلايه والحبهان والفلفل الاسود والورق اللوري اللي انا وريتها لكم في الفيديو ده. بس كده خلاص، انا هلفه بقى في الورق الفويل وهسقطه على طول في الشوربه المغليه بتاعته، وهسيبه لمده قد ايه، لمده نص ساعه. يعني هسيبه اول ما يبتدي يغلي هوطي عليه شويه، مش هوطي عليه قوي يعني، خلي النار وسط كده، وهسيبه يعني يستوي لمده نص ساعه. نص ساعه بيكون استوى بقى كله تمام. اهو عندي خلاص اهو، احطه في الشوربه اهو. دلوقتي اول ما الشوربه تغلي هخلي النار وسط كده واسيبه بقى يكمل سوا مع نفسه لمده نص ساعه. عندي بقى بعد ما يستوي معلقتين كاتشب على معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده سايحه براحتك خالص. وهدهن بيها وش الحمام اول ما يخلص التسويه بتاعه او ياخد تسويته. هدهن بقى وش الحمام كده، وهشغل الشوايه، احطه تحت الشوايه ياخد اللون الذهبي الجميل ده. في ناس بتحمره في سمنه على البوتاجاز، فانتوا براحتكم بقى بصراحه، انما انا بحب احطه بصراحه في الفرن كده مع معلقه السمنه والكاتشب دول، بيديهم لون حلو قوي. تعالوا بقى كده، كان عندي من امبارح فايض شويه كبد فراخ كده كنت مشوحاهم، حطيت عليهم شويه سوداني كده، واحط عليهم معلقه سمنه بلدي واديهم تشويحه على النار. في طبقه بقى التقديم. خلاص كان الرز بتاعي استوى خلاص اهو، بقى ريحته ده جميله قوي وتحفه. احط عليه من فوق كده شويه الكبد وشويه السوداني دول، عايزه تحطي الزبيب حطي. وهحط بقى هقدم الحمام عليه. عايزه تقطعي بقى الحمام شرايح فوق وكده، عايزه تقدميه زي ما انا مقدماه كده، براحتك خالص، ده كله فوق ايديكي. اتمنى ان انت تجربي الوصفه دي وتعجبك، واستني ان شاء الله الوصفه الجايه. هعمل ان شاء الله كيكه زمان بريحه زمان، والكيكه اللي كانت بتطلع من الفرن تتقطع على طول ونبقى قاعدين مستنيينها ناكلها سخنه كده. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو مش حابه ان انت تشتركي معانا في القناه، ارفعي لي الفيديو بلايك علشان يرفع لي الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.